السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إخواتي وحبايبي في حلقة جديدة من حلقات قناتنا وقناتكم، قناة المراجع المصري للمحاسب القانوني محمد صفوت، الشريك التنفيذي لمكتب RCO. أهلا بكم. كنا اتكلمنا في الحلقة السابقة عن المواد 34 و 35 من قانون الضرائب 91 لسنة 2005، واللي كان بيتكلم عن المهن الحرة والجزء الخاص بيها، وكانت حلقة مهمة جدا وهسيبها لحضراتكم في أسفل الفيديو للي حابب يرجع. النهارده هنتكلم عن حلقه مهمه جدا والخاصه بالجزئيه الخاصه بايرادات الثروه العقاريه، وازاي تحسب ايرادات الثروه العقاريه بتاعتك، وازاي تقدر تخصمها، وازاي تقدر تحسب مصاريفك، وازاي تقدر تشتغل عليها، وهي اصلا الضرائب على ايرادات الثروه العقاريه. وخد بالك الثروه العقاريه دي احنا بنتكلم على جزئيه الايجار، يعني انت لو اجر محل او مأجر شقه او مأجر اي حاجه اداريه، ازاي تقدر تحسب الضريبه عليها وازاي تقدر تشتغل عليها. ومهم جدا هسيب لكم في اخر الفيديو جزئيه مهمه جدا خاصه بايرادات الثروه العقاريه، حضرتك تقدر من خلالها تقدم الضرائب بتاعتك بشكل صح. هنبدأ مع بعض في الجزئية الخاصة بالمادة رقم 37 واللي بتتكلم عن الإيرادات أو بمعنى أصح إيه هي الإيرادات اللي خاضعة للضريبة من الثروة العقارية. إيرادات الخاضعة للضريبة من إيرادات الثروة العقارية: رقم واحد، إيرادات تأجير الوحدات المفروشة، إيرادات العقارات المبنية أو المؤجرة أو التي تعتبر في حكم المؤجرة، إيرادات تأجير جزء من العقار سواء كان سكني أو غير سكني، كل من يتقاضى أجر نظير استغلال عقار مملوك بأي صورة من الصور. فاحنا كده استخلصنا الجزئية الخاصة بإيرادات الثروة العقارية من إيرادات تأجير العقار سواء كان سكني أو غير سكني، إيرادات تأجير العقارات سواء كان جزء سكني أو غير سكني، وسواء كمان كان جزء من العقار مؤجر أو كل العقار مؤجر. ويحدد صافي الإيراد الخاضع للضريبة عن العقارات المبنية المؤجرة أو التي في حكم المؤجرة على أساس الأجرة الفعلية، مخصوما منها 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات دون الحاجة إلى تقديم مستندات ما يؤيد. يبقى هنا الإيرادات الخاضعة للضريبة إيه هي؟ الإيجار المفروش سواء كان سكني أو تجاري أو إداري، الإيجار العادي للعقارات، أي نوع من أنواع استغلال العقار المؤجر. طيب وإذا تم تأجير جزء من العقار بيتم حساب الضريبة على الجزء المؤجر فقط من العقار. يعني لو في ناس بتأجر أوضة في العقار زي موضوع الشقق الفندقية اللي بقوا بيتكلموا عليها في الفترة الأخيرة، إن أنا بأجر شقة أو جزء من شقة سواء غرفة أو حاجة للجزء الخاص بالسياحة بتاعتي. لو أنا مثلا في منطقة سياحية فبأجر أوضة من الأوض، فبيتم حساب الضريبة على الجزء المؤجر فقط من الشقة، ما بيتمش حساب الضريبة على إيجار الشقة كلها بالكامل. وهيبين لكم الجدول التالي الجزئية الخاصة بكيفية حساب ضريبة الثروة العقارية على الشغل بتاعك، سواء كان عن تأجير إيراد مفروش أو تجاري أو سكني أو إداري. وطبعا زي ما قلنا قبل كده بنخصم 50% من قيمة العقار المؤجر اللي انت بتأجره، واللي على أساسه سواء بالنسبة للفردي لو انت هتطلع بطاقة ضريبية ثروة عقارية بتخصم 50% كمقابل التكاليف بتاعتك، وبعد كده بتحسب الضريبة الخاصة بيك، وده بيكون بدون اي مستندات مؤيده. طيب نيجي للجزئيه المهمه معانا وهي جزئيه التصرفات العقاريه. التصرفات العقاريه بيتم الدفع فيها 2.5% من قيمه بيع العقار. والتصرفات العقاريه اللي بنقصد بيها هنا ان انت حضرتك لو بعت ارض او شقه او عقار، اي واحده من التصرفات ديت بيتم دفع 2.5% من قيمة العقار اللي انت كتبته في العقد بتاعك واللي انت وثقته رسميا سواء في شهر عقاري او في محكمة، بتدفع 2.5% منه للضرائب، سواء كانت هذه التصرفات كاملة او جزئية. يعني بمعنى اصح سواء انت قمت بجميع التصرف او قمت بجزء بس، بعت جزء بس من العقار وتصرفت فيه، برضه عليه ضريبة اللي هي 2.5%. طب ايه اللي بيستثنى من الضريبة ديت؟ بيستثنى منها ان انت تقدم العقار كحصة عينية في شركة مساهمة بشرط عدم بيع العقار دوت لمدة 5 سنوات. كده بيخش كحاجة كاسمها اسهم عينية في شركة مساهمة، ونتيجة دخولها كأسهم عينية في الشركة مساهمة مالكش ان انت تبيع العقار ده لمدة 5 سنوات.
وبتبقى الشركة المساهمة مالكة للعقار. التصرف بدون مقابل في العقارات بين الأصول والفروع، أو بين الزوجين، أو بين الأقارب من الدرجة الثالثة. بس مهم جدا إن يكون التصرف اللي هيتم والنقل ده يكون بدون قيمة، وبيلتزم المتصرف بسداد القيمة كلها بالكامل في خلال 30 يوم من القيام بعملية التصرف. طب أنا لو تبرعت بالأصل دوت أو بالعقار دوت لحد غير الأصول الخاصة بيا زي الزوج أو الابن، يعتبر هذا التصرف خاضع لضريبة التصرفات العقارية اللي هي 2.5% اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده. وكمان ما يعتبرش التصرف ده خاضع للضريبة في حالة البيوع الجبرية الإدارية أو كانت قضائية. وكمان نزع الملكية للمنفعة العامة. وكمان لا يعتبر تصرف لو كانت تبرعت بيه للحكومة أو عملت هبة ليه أو الوحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة. دي بقى للجزئية المهمة معانا. احنا قلنا قبل كده ان النسبة اللي هتم دفعها 2.5% من قيمة العقار اللي انت تصرفت فيه. طب مين اللي عليه قيمة الضريبة ديت؟ اللي عليه الضريبة دي اللي قام ببيع العقار، مش المشتري. بس المشتري بيعتبر متضامن مع صاحب العقار في دفع الفلوس. عشان كده بنقول دايما لما تيجي تعمل الجزئية ديت حاول تاخد من صاحب العقار ال 2.5% اللي تم دفعهم بإيصال عشان تقدر تضمن الجزئية ديت، أو إن أنت تاخد أنت منه الفلوس كمشتري للعقار وتروح تدفعهم للضرايب عشان ما يكونش عليك الضريبة ديت أو تتحاسب عليها. نيجي بقى الجزئية المهمة اللي احنا اتكلمنا عليها في آخر الفيديو بخصوص الجزئية امتى أكون معفي من ضريبة التصرفات العقارية غير الجزئية اللي احنا اتكلمنا عليها. كان في قانون نزل اسمه قانون 5 لسنة 2025، وكنت شرحته بالتفصيل مع التعليمات التنفيذية الخاصة بيه، وهسيب لكم لينكات الفيديو ليه في أسفل الفيديو تقدر حضرتك ترجع لها. قانون 5 لسنة 2025 قال لك على أجزاء مهمة جدا. قال لك لو قمت بأي تصرف قبل صدور القانون بخمس سنين، يعني بنتكلم في شهر 2 2020 ما قبل شهر 2 2020، ومأمورية الضرائب ما قامتش عليك بأي إجراء قضائي، حضرتك من حقك كده ان انت تقدم ان انت معفي من ضريبة التصرفات العقارية للتصرف اللي انت قمت بيه قبل شهر 2 2020. طيب لو انا قمت باجراء التصرف العقاري بعد شهر 2 2020، من حقك ان انت تدفع الضريبه بدون غرامات. يعني انت دلوقتي قمت بالتصرف بعد شهر 2 2020، تقدر ان انت تدفع الضريبه على التصرفات العقاريه اللي هي 2.5% بدون اي غرامات، لان احنا زي ما قلنا في القانون في الاول ان انت حضرتك قدامك 30 يوم بس من التصرف العقاري عشان تدفع الضريبه بتاعتك. فانت من حقك ان انت تدفع دلوقتي الضريبه بتاعتك بدون اي غرامه، بس مهم جدا ان انت تدفعها قبل 12 اغسطس 2025، لان بعد كده هتضطر ان انت تدفع الضريبه بغراماتها. فمهم جدا ان انت تدفعها قبل التاريخ ده. ولو انت هتدفع عشان يتخصم لك الغرامات ديت، بتعملها على النموذج المخصص من قبل مصلحه الضرائب بخصوص الجزئيه ديت، اللي هتقدر على اساسها ان انت تقدم ما يفيد بدفع الضريبه، وان المأموريه هتشيل من عليك الغرامات بتاعتك، وبكده دفعت الضريبه بتاعتك. يبقى احنا هنا عندنا جزئيتين. الجزئيه الاولى ما قبل 2 2020 حضرتك لو ما تمش اي اجراء تصرف قضائي من مأموريه الضرائب عليك بيتم شيل الضريبه كلها بالكامل. لو انا قمت باي اجراء تصرف بعد 2 2020 حضرتك من حقك ان انت تدفع الضريبه فقط وما تدفعش الغرامه اللي عليك، وبتقدم دوت على النموذج الخاص بمأموريه الضرائب. وبكده نبقى اتكلمنا في الفيديو ده على جزئيتين: جزئيه الثروه العقاريه، ودي مهمه جدا ان انت حضرتك من ضمن الشغل بتاعك في الثروه العقاريه ان انت تكون مسجل فاتوره الكترونيه وتطلع لصاحب المكان او المكان اللي انت طلعت له عقد الايجار ان انت تطلع له فاتوره شهريه بقيمه شغلك. فمهم جدا الجزئيه ديت، ولازم تكون مسجل فاتوره الكترونيه هنا في الثروه العقاريه. اما في التصرفات العقاريه هو اجراء واحد انت تعاملت بيه وبتدفع ال 2.5% الخاصه بيك. فخد بالك الفرق الكبير بين الثروه العقاريه والتصرفات العقاريه. ولو في اي سؤال تابعوني معاكم اول باول ان شاء الله، وهتلاقوني برد عليكم دايما. السلام عليكم.